صحافة زيكو الفرق ما بين أرضية الملاعب ديال المغرب والأرضيات الملاعب اللي قلتو ننظموا فيها لا كوب دافريك وحنا شوفوا الفرق. أرضية الملاعب ديال المغرب عصام الشوالي البارح منبهر، أرضية زربية وماشي غير هذيك، كلش الملاعب في المغرب عندهم أرضية جميلة، ملعب وجدة، بركان، الدار البيضاء، المهم أرضيات كاملين علاش؟ لأنهم أيادي مغربية ويخدموا بشركات مغربية وهذه شحال هما عندهم الملاعب ديالهم كلشي طابي طابي في فين ما في مركز تدريب في اي حاجه. حنا المشكل ديالنا ها هما الارضيات، ما كان والو. تفضحنا في الصيف، كلشي الملاعب تشوهوا، كلشي الملاعب تحرقوا، كلشي الملاعب بقات في الحيطان. صحاب داك المشكل ديال صحافه زيكو وبعض الاشخاص اللي ما يفهموش، صحاب لهم الحيطان وهذاك التخربيق هو الصح. لا، الصح هو البنيه التحتيه ديال ارضيه الملاعب، طرقات، الفنادق. الفندق اللي راه فيه تونس اللي كان فيه في جديده، روحوا شوفوه، روحوا عند تونس، روحوا عند تونس، دخلوا الاتحاديه ديال تونس وتشوف. علاش ما ترضاوش؟ هذه هي الحقيقه. فنادق، الملاعب، في الارضيات، في البنيه التحتيه، في كل شيء المغرب متفوق علينا، بغيت ولا كرهت. هذه حقيقه خصكم تستعرفوا بها. فهاد الحوايج البارح انا من تفرجت في هذيك المقابله ديال تونس مع غامبيا، كره ابن عمي طاق تمشي ديريكت الملعب مطرطق. وكان عندهم الصيف المغرب ولا ما كانش عندهم الصيف؟ واش المغرب كان فيه الصيف ولا ما كان الصيف؟ الا ما كان الصيف هذيك حاجه اخرى. كان عندهم الصيف، كان عندهم الحراره، كان عندهم كل شيء، ولكن هما عندهم ناس يخدموا يبدلوا العشب في الصيف، ما يخليوهش يتحرك، يبدلوه قبل الصيف ويعطيوه الحق ديالو، الدواء ديالو، التخربيق ديالو، وابري يخدم. جبرو طالع. وعلى بالكم بلي البطولات في المغرب كملت وعطاوهم ما شاء الله، داروا بطوله سميتها التميز، داروا جوج بطوله اخرى راه باديه عندهم. وتقول لي انت الملاعب ما عندهمش؟ والملاعب راهم يخدموهم. تخيل انت الملعب ديال الرباط، غادي نوليو الملعب ديال الرباط راه قريب يكملوه، طنجة كلشي خدامين فيهم، كلشي فيهم الخدمه، ومع ذلك البطوله عندهم مارش ما شاء الله وما توقفش. احنا درنا جوج ملاعب فضحتوا العالم، حنا وخرجتوا لنا ومنا وطاطات وتقار راسك ومنا ساعه ما كاين والو. ارضيات الميدان كلشي تحرقت. ارضيه الميدان وحده ما صالحاش. المنتخب رفدوه حطوه في وهران، عاود غادي ينقلوه مورن يحطوه في عنابه، لانه هو عاود مبقاش صالح. قال لك لا، الاوتيل تما فيه المشاكل والجمهور هجم عليهم والناس ما نعستش مليح. شفتوا الفرق كيفاش؟ شفتوا الفرق كيفاش؟ هذا هو الفرق. يعني انا من نتفرج لها ما شاء الله احسن. شوف واش الارضيه ديال الجديده هذيك ديال البارح احسن من ارضيه ديال في اوروبا. كاين ارضيه في اوروبا والله ما يوصلوه. ارضيه كي دايره، ارضيه ميدان طابي زربيه. تجي نتايا تقار راسك تقول لهم انا وانا. روحوا للاتحاديه التونسيه راه داتكم البنيه التحتيه، روحوا تعلموا شويه، تعلموا ما تقعدوش في لي باج تعاندوا بالكذب، ما تقعدوش تعاندوا بالكذب، ما تقعدوش تعطيونا شي شيفرات 90% باش ربح. عاودتي خليونا اه راه عيب هادشي اللي كاين، عيب. راه كلشي تفضح، كلشي تفضح، لانه ما عندناش حاجه حقيقيه. حتى المدارس اللي نداروا فيهم هذاك الفوت والتخربيق مدارس طايبه، نهضروا لا لوجيك، مدارس طايبه، طابله مشوهه. هذه هي الحقيقه اللي بغيتو تفهموها غادي نفهمها لكم. الملاعب تقولوا الملاعب مغطيين وعندنا والحيطان، ايوا ولتحت فاش غادي نلعب؟ فاش غادي نلعب؟ لا في التراب. ياك المغرب ما شاء الله ملعب صغير 15,000 بركات عليهم، ديال الفريق ديال الجديده ديال الفرقه ديالو، ارضيه الملعب طابي، ما يصرالوش مشكل. الملاعب الاخرين ما شاء الله عاود ديال بركان حتى هو 15,000 ولا 20,000 جو كوا شحال هكاك، ارضيه الميدان طابي. وجده كذلك ارضيه الميدان طابي. راه وجده غادي يلعب فيها عاد المنتخب المغربي دو ماتش. الناس عندها، الناس تعرف تخدم والناس تعرف تلعب والناس تعرف دير الملاعب والناس والايادي المغربيه هما راهم يخدموا هذوك الملاعب الجداد وراهم يخدموا ملعب اكادير. ملعب اكادير شفتو انا نخلعت من برا، طحنوه من برا، طحنوه، هم يوجدوه لا كوب دافريك. ملعب فاس طحنوه،
ملعب الدار البيضاء ديال محمد الخامس طحنوه. كيفاش؟ يعني الناس راه خدامه. ملاعب التداريب فين غادي يدربوا المنتخبات الافريقيه كلشي غادي تكون زربيه. نتوما جايين تقار راسك تقول لهم لا وتضحك عليهم في التيك توك ولا وحنا درنا وحنا تشنا والملعب محروق. راه هذه خصكم تستعرفوا. متفوقين علينا المغاربه، متفوقين علينا في الخدمه، في كل شيء متفوقين علينا. ما نخدموش، حنا ما نخدموش الملاعب ولا نخدموا اي حاجه، ما نخدموهاش. هذيك القضيه اللي نشرطوها ديال الزليج وحنا ما كانش تكذبوا على الناس، ما كان الزليج، كانش حتى حاجه ما تنخدم. علاش باغيين تكذبوا في السوشيال ميديا ونتاعنا وباغيين تبدلوا تاريخ وباغيين تردوا تاريخ؟ ما كانش ما تعرفش. هذه راه حقيقه، هذه ماشي كذب، هذه راه حقيقه، هذا هو الواقع. انت الا راك تكذب ومتيق الكذبه، انا نهضر الواقع، انا نهضر الصراحه، انا ما نكذبش. انا ما تابعت حتى لواحد، انا ما تعطينيش انا باش نمشي نكذب على واحد الحاجه اللي ماشي ديالك، ماشي ديالك وديالك. خدم بديالك وطور من هذاك الشيء اللي عندك، باركات عليك. ما تنقش لواحد الحاجه اللي ماشي ديالك. بحال الملاعب ماشي ديالنا، جبنا الشينوا خدمتهم. الكازو عاود خصنا نمشيو نجيبو الشينوا تبقى مقابله. هذه هي الحقيقه. يعني جبنا الشينوا خدمت الحيطان، والكازو شكون اللي خدمه؟ والحيطان جبنا فيهم 20 عام. مو الملعب ديال المغرب راه قرب يكمل، عنده في عام وشي حاجه. يعني باش تعرفوا الفرق في الناس اللي يخدموا. هذه مغربيه ما شاء الله مطورات، تخدم النهار ويخدموا الليل. على بالكم انهم يخدموا النهار والليل؟ هناهم باش يجهزوا هذيك التحفه للناس، باش العالم يشوف كيفاش هاد الدوله خدمت التيران في ظرف عام وشي حاجه، عام ونص كان واجد. شفت كيفاش الفرق؟ تجي نتايا تتقارن راسك بواحد الدوله اللي خدامه ولادها يتعبوا يتقاتلوا باش يشرفوا بلادهم، وانت تجي للسوشيال ميديا سالا احنا احسن بكم. باش انت احسن بيهم؟ باش الغازون طايب نحرق. نهضروا لا لوجيك في كرة القدم ولا نهضروا لا لوجيك في المجتمع، اي حاجه راه نهضروا الصراحه. هما يخدموا، انت ما تخدمش، انت قاعد تاكل وتشرب وتمشي صافي السلام عليكم. مي هو يخدم لك في الملعب، يخدم خارج الملعب، يديروا البنايات بيديهم هم ما يجيبوش شركات من برا. روح المغرب واش جبر شي شركه تركيه ولا شركه صينيه تخدم؟ لا، ها هما شركات مغربيه عندهم قوام، ما شاء الله عليهم، ايادي مغربيه والسلام عليكم وطحن. المهم نتمنوا ندخلوا في هذا الموضوع ديال المنتخب المغربي ديال الفوتسال اللي عنده مقابله وديه اليوم، وان شاء الله نتمنوا له ان شاء الله التوفيق، لانه كاس العالم قربت وغادي تكون الانطلاقه ديالها قريبه، كاس العالم ديال الفوتسال. وكاين المنتخب المغربي عنده نهار 16 في الشهر يمكن المقابله الاولى. نتمنى ولد كيك ينجح ويجيب كاس العالم، لانه تكون الاولى في التاريخ يعني في افريقيا وفي كل شيء، لانه عنده منتخب عالمي. وهذه صراحه تقال. كاين عاود العشيه المنتخب المغربي مع الثمانيه قريب درك مع الثمانيه مع التسعه ديالنا هنا مع ليسوتو، ونتمنى ركراكي يصحح الاخطاء ديالو ديال اللي فاتت، وحنا مع مواصله الركراكي الى كاس العالم 2030. انا راني نهضر لا لوجيك ديال كره القدم. علاش كاين الناس اللي تنتقد باش تنتقد وصافي، كاين ناس عندها خلفيات، كاين ناس باغيه تجري عليه باش تجيب واحد ديالهم. لانه شوف كاين حوايج اللي تبعتهم انا في هذا السوشيال ميديا هاد الايامات، يعني بزاف من الحاجات. سياد بغى هجم شجر الربعه، دافع قلت له علاش دافع؟ يعني راه كاين حاجه تما، كاينه حاجه، يعني هذا غير هاد الجنوقات كاينه حاجه تما. ماشي ما تقوليش انا تاكتيك مو وخانت خير مو، لا كاينه حاجه نورمال في هذاك الشيء هذاك كامل. المهم نتمنى له التوفيق ان شاء الله الاشياء، واليوم كان يربح بخمسه، اليوم غادي يربح بخمسه ولا سته ان شاء الله. ينتقدوه اليوم غادي يضرب لي سوطو بخمسه ولا سته. اقول فريق ضعيف لي سوطو
ما يتقارنش. هذه هي الدنيا. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى فيديو لاحق ان شاء الله.